يا ابراهيم جبت نص كيلو. الحاجة اهي. ماشي دي العدسة. تمام ماشي. خد يا ابراهيم والنبي الزبالة ده ارميها وانت نازل، ارميها وانت نازل. طب بص صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في الأول أنا قلت أنت مرات أخويا وعادي احنا في سن بعض وبسمع كلامك، كبت لك الزبالة مرة واتنين وتلاتة مع احترامي ليك يعني، وانسى اجيب لك حاجات. انا مش صغير عشان دي اسمها قلة أدب. ايه؟ اسمها قلة أدب. قال له ازاي بقى؟ يعني انا مش صغير عشان مشوريني، انت مرات اخويا. طب وايه المشكلة لما بعتك ترمي لي الزبالة وما بعتك تجيب لي حاجة المشكلة انا عديتها اول مرة وقلت عادي هتبقى تخلي عندها دم وما عادتش هتتكرر. ليه اكبر مني بسنتين هتعمل نفسك كبير ولا ايه؟ ايوه اكبر منك تحترميني. احترمك انا بقى، هو انا بعمل ايه عشان بقل منك يعني؟ وبعدين ما تعليش صوتي اما اجي اكلمك، ما تعليش صوتي. يعني ايه ما عليش صوتي؟ انا ممكن اعرف اخويا بالكلام اللي انت بتعمله. انا مرات اخوك يا ست اخويا على دماغي، اخويا على دماغي عشان مرات اخويا الكبيره هتمشوريني ولا ايه؟ لا وبعدين استنى، هو شغال عندك ولا ايه؟ شغال عندي. لا والله من انت الكلام ده وعبده جوزك يعرف الكلام ده؟ لا مالكش دعوه بعبده، اللي بيني وبينك ما تعلوش صوتك وما تشوحش ودك جنبك وانت بتتكلم. طب يعني انا ماشي انا بكلمك، انا قلت هتبقى عندك ذوق وتحسي مش شغلانه هي. وهي ايه علاقتها بالذوق؟ انا ببعتك خلي عندك دم، طلباتك دي انت مشلوله ما تنزلي تجيبيها. لا وانت لازمتك ايه؟ ما انت بتبقى قاعد لازمتي ايه؟ انا شغال عندك ولا ايه؟ اصل انت واحد عواطلي قلت شغالك واعمل لك شغلانه. وانت مالك انت ولا مش عواطلي؟ حد جه اشتكى لك ولا انا جيت اقول لك عايز اشتغل؟ قصري معايا يا هدير عشان اعرف جوزك باللي انت عملته ده. تعرف جوزي بايه؟ عشان دي اسمها قله ادب. لا بعمل ايه عشان تعرف جوزي؟ ببعتك مشاوير تجيب لي. هو جوزي عبده متجوزك عشان اشتغل لك مشاوير ولا ايه؟ ايوه انت تنزلي حاجه حلوه وما عادتش تتكرر. لا مش هنزل اجيب حاجه، ولو ما سمعتش الكلام انا اللي هقول لعبده. انا هكلم انا عبده في الموضوع ده. هو احنا هنتهبل ولا ايه؟ انا سمعت كلامك اول مره قلت عادي. اعمل فيها مش شغلانه هي. تحسب نفسك علينا واحد ولا ايوه احسب نفسي عليك غصب عني. يعني ايه يعني؟ يعني ايه احترم كلامك معايا. انا عرفتك اهو، جوزك عما يصحى اعرفه والله. ماشي. لا ما شاء الله ما حدش شافك وانت جاي. لا شافوني لا ده انت حلو ما شاء الله. وشافوني وقالوا لي يا حلوه برضك وانا جاي. ده انت بتتنح بقى. بتنح. انا عايزك تقصري معايا من هنا ورايح، واسمي ده ما يجيش على لساني. هو انا اتعبطت يالا؟ انت اتهبلت يالا. طب بصي انا مش هرد عليك احتراما لاخويا، اما انت ما احترمكيش عشان انت واحده مهزقه. انا ما تحترمنيش. والله عشان انت واحده مهزقه. لا حلو الكلام ده. انا بقى اللي هيتقال لي لاخوك ان انت بتقول لي انت واحده مهزقه وان انت ما تحترمنيش. مهزقه وقليله الادب وما تربطيش، وجوزك عما يصحى انا اعرفه بالكلام اللي انت قلت ده. ما تربيتش عشان ببعتك الزباله دي تجيبها اهلك يرموها لي، انا مش شغال عندك. لا اهلي مش زباله زيك. طب احترمي نفسك معايا يا هدير عشان بصي ممكن اقل ادبي وممكن يطلع مني رد فعل مش هيعجبك. طيب وما احترمتش نفسي ايه اللي هيحصل؟ هيطلع مني رد فعل مش هيعجبك وهيزعلك قوي. خلينا نشوف لك رد فعل. ده انت اللي عارف في الشارع صحابك كل يومين والتاني بيجوا يعملوا معاك مشكله هنا شاد. بحترم نفسي. احترمي نفسك وما تدخليش دي في دي. هتعمل نفسك علينا واحد عشان ما قلش منك. ما تقعديش بقى تسحبي معايا في الكلام واسروا الموضوع. جوزك عما يصحى نعرفه بالموضوع ده وقبل ما يصحى ويعني انت في البيت وقبل ما يصحى وحياتك انا هخش صحيه دلوقتي وما خليتوش طيب. خش وطبطب عليه. خش يلا. وانا هعرفه اني بالكلام ده. ست النصيبه على منظرك تاخدك القرف على معفنه. محدش معفن اكتر منك. القرف. انا بديك الزباله عشان شبهك، هو امال عشان سواد عيونك؟